ورق لورا اخضر، ورق لورا ورق رولة. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ النهارده هعمل لكم اسهل طريقه لحمه ممكن تعملوها في البيت. قطعيه اللحمه اللي معانا النهارده فيها كده حته من الدهن عشان تبقى حلوه قوي في التسويه. معانا زبده، بطاطس، بطاطا، فلفل حامي، برتقان، فلفل اسود، ملح، زبيب، بابريكا، طبعا الورقيات الخضراء، معانا نعناع، معانا روزماري، معانا ورق الغار، فلفل احمر، ليمون، بصل، جزر. طريقه سهله جدا وما بتاخدش اي وقت. هنجيب البوله بتاعتنا فيها قطع اللحمه كده. معانا قطع اللحمه كلها، ننزل عليها بالملح والفلفل الاسود والزبيب والبابريكا ونقلبها كده في الخلطه بتاعتنا كده شويه. ننزل كده بقطع الزبده ونحاول نعمل لها ايه، مساج بيها. ونجيب اي صينيه عندنا وورق زبده بالشكل ده. ننزل بقى بقطع اللحمه اللي زي ما انتم شايفين، وحطينا البصل وحطينا هنا البطاطا، ونحط البرتقان كده من فوق، نحط هنا البطاطس، نفرش هنا جزر، ونوزع الفلفل الاحمر اللي احنا مقطعينه وقطع الليمون نحطها. وبالشكل كده رصينا كل الخضار. اهم حاجه الروزماري مع اللحمه عشان بيدي ريحه وطعم. نعناع اخضر فريش، ورق الغار. نجيب قطع الزبده، نحط واحده هنا، رشتين زيت زيتون، نقفلها كويس بورق الزبده بتاعنا. نبدا نجيب معانا ورق الفويل، نبدا نحطها في الفرن ساعتين. بسم الله ما شاء الله، اللحمه دايبه مقرمشه ودايبه جدا.